قوات الجيش الحر تقوم بمداهمة وكر لأوكار الجيش النظامي وتستولي على أسلحتها، بالإضافة إلى الأقنعة من الغازات السامة. 25/7/2012 حلب، كتيبة لواء التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر ما وصلني الان من الكلاسه حي الكلاسه، المعروف طبعا بحريته منذ البدايه طبعا، وتحرر اغلب الاهل فيه طبعا. قام الجيش الحر الان بالسيطره على مخفر الكلاسه طبعا، وبعد قتال عنيف دام ساعات، والحمد لله رب العالمين الان تم السيطره عليه بشكل كامل للمغفر، وتم الاغتنام الاسلحه جميعها طبعا الحمد لله رب العالمين. وبالنسبه لي طبعا تحليق للطيران الحربي فوق احياء صلاح الدين طبعا والسكري والصاخور. طبعا شهد حي صلاح الدين ليلا الساعه تقريبا الساعه 1 ليلا، شهد وصول 3 قذائف طبعا على المباني القريبه من جامع الخضر عليه السلام. اسفرت عن ثلاث شهداء طبعا، 3 شهداء و25 جريح، والحاله ماساويه طبعا للغايه طبعا، وعدم وصول الطحين طبعا الى الافران الى الان طبعا الى الافران في حي صلاح الدين. بالنسبه لحي هناك في حاجز عند الكره الارضيه يقوم باطلاق النار على جميع السيارات والمروه. هناك وصل 5 شهداء نعم، وصل من هذا الحاجز، تم الاطلاق عليهم من هذا الحاجز. نعم، اطلاق النار عليهم من هذا الحاجز. نعم. ماذا بخصوص حي الزهراء والاشتباكات التي كانت امام مقر او فرع المخابرات الجويه؟ نعم، كان هناك بحي الزهراء تحدي فظيع من احرار حي الزهراء. ليلا قامت مظاهره كبيره الحمد لله طبعا، وتحدوا المخابرات الجويه التي هي قريبه جدا من هذا الحي. نعم. وجابها طبعا المخابرات الجويه، جابهتهم باطلاق النار. نعم. كيف انتهت المعركه يعني؟ لم يردني، لم تسفر عن أي نتيجة، أي خبر عن إصابات الحمد لله. نعم. بخصوص أشرت أيضا إلى طيران حربي الآن على حي الصاخور الذي كانت الجيش الحر أعلن سيطرته عليه من قبل، هل يعني هذا بأنه بدأ يفقد السيطرة عليه؟ نعم، لقد اقتنع بأن وجوده على الأرض فهو محرم لدينا. نعم، فحتى الدبابات تدمر ويتم الاستيلاء على بعضها الحمد لله رب العالمين. فحتى الطيران المروحي تم إسقاط مروحية البارحة طبعا بمحيط حي الصاخور. والآن هناك طائرتين حربيتين نعم تحلق طبعا ميج 21 تم رصده من قبل النشطاء في هذه المنطقة. ميج 21 روسية الصنع طبعا، الكل يعلم بذلك، تحلق على علو منخفض وتقوم بخرج جدار الصوت لتفزيع الأهالي طبعا، وسقوط بعض الصواريخ منها.